تعالوا بقى نشوف رز الصيادية او رز السمك ده عملناه ازاي بتكات بسيطة قوي واضافات بسيطة. هيطلع منك اطعم من طعمه واحلى من الحلاوة بجد والله، وهتنسى اي طريقة تانية. يلا بينا بقى ايه، نبدأ الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف عملناه ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم نونة من قناة حياة نونة. النهاردة بقى هنعمل ايه، رز الصيادية بطريقة وتكات بسيطة قوي قوي. هتزوديها في الرز هيطلع منك بقى ولا معجن ولا محروق من تحت ولا اي حاجة. بص بقى انا هعمل ايه، يعني حلة مش كبيرة، فانت لو هتزودي طبعا هتكتري ايه، يعني انت لو هتعملي كمية كبيرة هتكتري البصل، بصلتين تلاتة، كل ما بتكتري البصل كل ما يبقى احلى. انا هنا هعمل بتاع كوبايتين او آه كوبايتين ونص رز، فهحتاج ايه بصلايه متوسطه كده زي ما انتوا شايفين. بدأت بقى اقطعها اهو. وبصي تابعي بقى الفيديو من الاول للاخر عشان في تركات كده عشان ما تفوتكيش، هيطلع منك الرز زي العسل كده. بقى ايه، انا رحت غسلت البصلايه يا جماعه، اما تعملوا البصل روحوا ايه اشطفوه شطفه كده. بس هجيب بقى الحله بتاعتي. بصوا هقطع بقى البصلايه كده طرنشات عاديه قطع صغيره كده اهو. وطبعا زي ما قلتلكوا لو عملتي كمية اكبر من كده طبعا تجيبي بصلتين تلاتة كده وتقطعيهم. كل ما بتكتري في البصل في رز السمك او رز الصيادية بيطلع منك زي العسل وتحفة بجد والله. فقطعت كده البصلاية اهو زي ما انتوا شايفين. واللي بقى ايه اللي وصل لحد هنا يحط لي لايك للفيديو. ولو انتي لسه جديدة واول مرة تشوفي القناة اشتركي في القناة فضلا وليس امرا، وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد. انا كده خلصت بقى ايه البصلاية. نروح بقى على البوتاجاز بتاعنا الجميل ده ونحط ايه شوية زيت. بصوا احلى حاجة تتعمل بيها رز السمك بصراحة انا شايفة اللي هو الزيت العادي، اي زيت عندك، لكن بقى ما احبوش بسمنه، ما احبوش بزبده، ما احبوش بالكلام ده. طبعا دي حريه بس انا بحب اعمله بالزيت. حطيت كده ايه شويه حلوين عشان لما بتكتري شويه زيت في رز السمك بيبقى الرز بيلمع كده وطالع حلو، فاهمين؟ بس هبدا بقى ايه احمر البصلايه كده. عقبال بقى ايه ما احمر البصلايه كده على النار، طبعا هوريها لكم بعد كده. بس ايه عقبال بقى ايه ما احمر البصلايه كده شويه وتاخد وقت على النار عشان بياخد وقت. هروح ايه بقى هعمل ايه، هجيب 2 طماطم وفي طبق كده ونجيب المبشره بتاعتنا الحلوه ونبشر الطماطم دي من التكات البسيطه قوي اللي ممكن تحلي الرز. لسه في تكات تاني، اصبروا بس كده وتابعوا الفيديو الايه للاخر. اهو زي ما انتوا شايفين كده. في ناس بتحط معلقه صلصه بس انا ما يعني ايه مش هي حلوه عادي، لكن انا ما دام عندي طماطم لا البشر الطماطم بيبقى احلى. عارفين قطع الطماطم الصغيره كده لما بتبان في الرز بتدي طعم حلو. طبعا احنا ايه بنرمي القشر، القلب بس اللي بيبقى موجود، فالرز كده بيبقى ايه في حتت كده صغنونه كده مش باينه، فاهمين؟ فبيدي طعم حلو قوي وبيخلي الرز لونه حلو. عايزة تكتري اكتر من كده كتري براحتك عادي، الطماطم بتحلي الرز. اهو زي ما انتوا شايفين كده عملنا الطماطم. هجيب بقى كمان ايه، اصبروا بس عليا ما انا بقول لكم في تكات كده بسيطه هنعملها. هجيب كده قرن حراق شطه برضو هقطعه صغير كده على الطماطم. لو انت ما بتحبيش الحاجه الحراقه خلاص استغنى عنه، ممكن تستبدليه فلفل اخضر اللي هو البارد او الرومي او فلفل الوان. يا سلام بقى كمان لو حطيتي فلفل الوان في الرز السمك بجد بجد بيديله طعم وفايده وكل حاجه، وبيبقى شكله كمان حلو في التقديم لو انت عندك عزومه. بس انا بصراحه ما كانش عندي غير الفلفل الحراق فقلت احطه. فانت لو ما بتحبيش الحراق ممكن تستبدلي بالفلفل الرومي او فلفل الوان. بس انا ايه عملته بالمتوفر عندي الصراحه. اهو زي ما انتوا شايفين كده قطعت. عايزه تزودي لو انت بتحبي الحراق زودي، بيدي بصوا طعم حلو جدا. زي ما انتوا شايفين بقى كده اهو رحت على النار ايه وقعدت اقلب بقى كده. احنا هنحمر كده كده البصلايه اهو زي ما انتوا شايفين.
وطبعا ايه ما تسيبيش البصلايه كده لوحدها على النار، هتتحرق من ناحيه وتبقى ناحيه مش متحمره، فاهمين؟ بس هبدا بقى اقلبها كده اهو زي ما انتوا شايفين. بجد بجد كل ما بتزودي حاجات في الرز كل ما بتطلع احلى واحلى. طبعا احنا كنا ايه يعني قبل كده كنا مثلا ايه بنعمل البصلايه ونحط الرز وخلاص على كده والملح بتاعنا وخلاص على كده، لا في تكات كده بقى لما بتزوديها بتبقى كل لما بتزودي حاجات في الاكله بتطلع طعمه وجميله وبصي تفتح النفس كده في الشكل وفي الاكل. او بصوا هبدا بقى ايه احمرها، طبعا ما نحرقش البصلايه قوي عشان ما تبقاش ايه ممرره في الاكل. اقعدي قلبيها كده عشان كله ياخد نفس اللون وما يتحرقش منك اهو زي ما انتوا شايفين. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. يلا بقى لو وصلت لحد هنا اهو بفكرك باللايك، اوعي تنسى اللايك. جزاكم الله خير وربنا يسعد ايامكم يا رب. كده بقى انا البصلايه ايه اتحمرت معايا اهو. كل ما البصلايه تبقى غامقه كل ما اللون الرز ذات نفسه بيبقى حلو، بس طبعا ما يوصلش لدرجه الحرق. تمام. كده بقى انا حطيت ايه الطماطم والفلفل اللي انا مقطعاهم وهزود ميه زي ما انتوا شايفين كده اهو. استنوا اوعوا تروحوا في حته، اوعي تقفلي الفيديو، لسه في تكات كده برضو بسيطه هتعجبك قوي. وبصي مش هتعملي بقى غير الطريقه دي ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الملح، ظبطت الملح وحطيت بتاع فصين توم. ايوه فصين توم بجد، حطي فصين توم كده مع الرز هيدي طعم، بصوا اطعم من الطعام. اهو انا كده بقى خلصت المكونات، هغطي عليه لحد ما تاخد غلوتين كده وايه وخلاص على كده. زي ما انتوا شايفين بوريكم اهو بيغلي، هسيبه بقى يكمل كده عشان كل ما المية تبقى غامقة كده كل ما بتبقى احلى. وممكن على فكرة لو عندكم عزومة ممكن تعملوا الخطوة دي وتسيبوا شوربة الرز مركون على جنب بعد ما تغلي بالبصل والمكونات بتاعتها، يعني بصوا يعني ايه هتوفر عليكم جامد. تركنيها كده عمال ما تعملي اكلك وايه وبعد كده تحطي الرز يبقى ايه سخن كده ما تقدمي. كده بقى انا حطيت كمية الرز اللي انا عايزاها، هقلب كده تقليبة برضو ونشوف الملح. برضو لازم تدوقي الملح وتظبطيه عشان ايه لو ناقص حاجة تحطيها قبل ايه ما يستوي منك، عشان ايه الرز بعد ما بيستوي لو لقيتيه دلع ومهما حطيتي الملح ما بيطلعش مظبوط زي ما بتحطي الملح في المية او في الشوربة بتاعتك. او انا لقيته عايز ملح حطيت ملح. كده بقى انا معلية على الرز، وخلوا بالكوا رز السمك او رز الصيادية من الرز اللي ما ينفعش تعلي عليه على طول، بجد ما ينفعش تعلي عليه على طول وتسيبيه. اهو انا هقلبه اهو برضو عشان ايه بتعمليه في اي نوع حلة بيلزق، فلازم تتابعيه وتوطي عليه. كده انا معلية عليه، قلت اما المية تنشف منه شوية مش كلها عشان ما يلزقش. بصوا اهي كده ايه بصوا اهو هبدأ بقى اقلبه اهو. بصوا هو لسه فيه الشوربة بتاعته اهي لسه ما نشفتش. هبدأ بقى ايه اجيب الشياطة بتاعتي هبدأ بقى اجيب اهو هوطي عليه بقى شوية وهجيب الشياطة بتاعتي واحطه هو بقى يستوي مع نفسه. وبرضو بعد ما انتي ما المية تنشف منه لازم تقلبيه كل شوية كده عشان ايه ملزقش من تحت. واحلى حاجة تسوي فيه الرز بصراحة الحلة الألمونيا. بصوا بقى بصوا الشكل والله العظيم يفتح النفس. ولا يا سلام بقى لو انت عندك فلفل ألوان او فلفل أخضر يبقى حلو قوي قوي. كده بقى ايه بصوا انا هغرفه اهو. بجد اعملي بالطريقة دي جدا، مش ولا هتندمي ولا اي حاجة، بجد هتحبي طعمه. ويا سلام بقى لو انت كترتي كمان البصل، يعني ممكن بصلاية كده صغيرة كمان بيبقى تحفة تحفة تحفة. او زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا بقى ايه جنب اكلة السمك مش عايزة اقول لكم، والله هقول لكم حاجة ساعات بيبقى نفسي هفاني كده عليه من غير سمك ولا حاجة اقوم اعمله وبصوا واكله كده، يعني بجد بحب اكله قوي قوي قوي، من احلى الرز اللي انا بحبه.
اهو بصوا بقى كده اهو، شكله حتى مفلفل. فانتي اعملي التركات اللي انا بقولك عليها دي وهيطلع منك مفلفل وتحفة وطعمه حلو جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وبقى تنسوا اللايك. او بصوا قدمت بقى مع السمك بجد بجد كان طعمه تحفة. بألف هنا وشفا للي داقوا، وألف هنا وشفا على قلبكم لو تعملوه. بصوا بقى انا بوريكم بقى في الاخر اهو السفرة بتاعتنا. احنا ايه، سفرة بسيطة متواضعة، واي لقمة والله العظيم بتسد الحمد لله على نعمة ربنا. عملت معاه بقى السلطة والطحينة والسمك، بصراحة كان تحفة. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، جربوا الطريقة دي وطبقوها، بصي هتطلع منك احلى من الحلاوة. بجد لو عندك عزومة سمك اعملي رز بالطريقة دي وان شاء الله يعجبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.